السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين صفحة زراعة في ألمانيا. أخواني، نحن لحتى نحافظ على خضار النمو بالمنزل، نحن شو بنستعمل؟ بنجيب ظرف خميري، خمير تحضير سريع، وبنجيب لتر مي، وبنجيب معلقة سكر. بنحط معلقة السكر بننزلها بالمي، وبنجيب الخمير الفوري كمان بننزله بقلب المي. طبعا طريقة التحضير هاي تنطوي على لتر مي فقط واحد، على لتر مي واحد. بعد ما حطينا الخميري والسكر بقلب الرشاشة، فنضغطها ومنحركهم بهالشكل، بنفتح الغطاء وبنتركها، ما بنسكرها، لأنه إذا سكرناها راح يصير عملية احتباس، راح تقبع من كتر الضغط تبع الخميرة، راح تفور. بعد 6 ساعات من الريان لحتى الخميرة تختمر على الخالص تتفاعل مع السكر، فنجي نحن ونسكرها بعد 6 ساعات. طبعا تيجوا بتسكروها بهالطريقة هاي، ومنرش على الأوراق الموجودة عنا مثل البرتقال. شوفوا على البرتقال، شوفوا النمو مثل البرتقال، شايفين على الخضار. وانتم بتعرفوا طبعا انه الخميري مثل بيخلطوها كانوا بالعسل الاسود، ولكن نحن مو موفر عنا العسل الاسود، فبنضطر بنحط سكر مع الخميري، تتفاعل ومنرش فيها، وبيعطي نمو سريع، وبيحافظ على الخضار وعلى طبيعته وعلى جماله، عرفتوا؟ وبيقضي بنفس الوقت على كل شيء، ما بيضايق كل شيء حواليها، اذا فيها دودي او برغشي او كذا فما بتضل. فهاي طريقة سريعة لحتى توصلوا لنمو خضري بالمنزل. وهاي طبعا بتنطوي على البندورة، على الخيار، على الكوسة، على اي شيء بدكن تسووا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.